اهلا بيكم، معاكم دينا خلاف من مفاتيح رحلتي. النهارده هنبدا مفتاح جديد وهو مفتاح الرساله. انا جاي الحياه ليه؟ سؤال كتير بنساله لنفسنا، جوانا علامه استفهام. انا جاي الحياه عشان اكل واشرب واشتغل اي حاجه وخلاص، هي دي رسالتي؟ ولا انا جاي في مقصد من مجيء على الارض؟ يعني انا ليا رساله. طيب كتير مننا ممكن يعيش وهو مش عارف رسالته، هتحسه تايه، تحسه مش مبسوط ومش سعيد مهما وصل ليه مراحل ان هو عنده شغله الخاص او غني جدا. لان في كتير دول فيها ناس اغنياء وانتحروا. ليه؟ لان هم يعني مفيش استمتاع، انا مفيش رسالة بعملها. فهي القصة كلها ان انا في حاجة انا جاي عشانها. اعرفها ازاي؟ هنعرف النهاردة اوصل للرسالة بتاعتي عن طريق ايه. اول حاجة عشان اعرف رسالتي اعرف قيمي ايه. القيم دي معناها الحاجة اللي بتكون موجودة في حياتي وبكون مبسوط وسعيد طول ما هي موجودة. زي مثلا انا عندي قيمة العائلة، طول ما انا في وسط عيلتي بكون مبسوط جدا وسعيد جدا. عندي قيمة ان انا بحب اساعد الناس، طول ما انا شغال وبساعد الناس ولا بحس بوقت ولا بحس بمجهود ولا اي حاجة، وبحس ان انا سعيد ومبسوط جدا. عندي قيمة الحرية، طول ما انا حاسس بالحرية مش مقيد، سواء في شغلي في اي مكان انا حاسس ان انا حر، ده بيديني سعادة داخلية. يعني مثلا لو انا من النوع عندي قيمة في الحرية عالية وانا شغال في مكان مش عاطيني الحريه دي، هتلاقيك مش مبسوط في شغلك، عندك دايما مشاعر سلبيه، لان انت ماشي عكس القيمه بتاعتك الاساسيه. فمهم ان انا عشان امشي حياه صح اعرف قيمي ايه. يعني دايما هتلاقي في اختلاف بينك وبين شخص انت قيمك مختلفه مع قيمه، فلازم احدد القيم عشان ابدا اعرف نفسي صح. لو انا جيت حددت القيم من خلالها هقدر احدد رسالتي. طيب احدد قيمي ازاي؟ هقعد مع نفسي الوقت ده اتصال ذاتي بينك وبين نفسك. هتبدأ تسأل نفسك هي ايه القيم بتاعتي، وهتجيب ورقة وقلم وتكتب 25 قيمة. انا مثلا قيمة المال، قيمة الشهرة، قيمة التعليم، قيمة مساعدة الآخرين، قيمة السلام، قيمة الأمان. في قيم كتير جدا، حدد قيمك ايه، اكتب 25 قيمة. بعد ما كتبت 25 قيمة هقعد مع نفسي عشان أبدأ أحدد القيم العليا عندي. يعني أنا هصفي ال 25 دول لأعلى 5 قيم بالنسبة لي. هعملها إزاي؟ همسك مثلا قيمة المال. هل قيمة المال جنب العائلة بالنسبة لي أعلى قيمة فيهم إيه؟ المال ولا العائلة؟ يعني أنا دلوقتي لو جالي شغل وبمبلغ عالي جدا وإن أنا مش هكون جنب العائلة بتاعتي، أرشح أني هرشح المال ولا العائلة؟ وانت اللي هتحدد ده. ماليش دعوه بالمجتمع الخارجي، انت خليك متصل اتصال داخلي بينك وبين ذاتك الحقيقيه. انا قيمه السلام بالنسبه لي ولا قيمه الصحه؟ وابدا حدد لحد ما تطلع اكتر 5 قيم عندك، هي دي القيم الاساسيه والعليا عندك. طلعت ال5 قيم هطلع من خلالهم رسالتي. انا مثلا عندي قيمه السلام الداخلي، انا وصلت ان انا اكون عندي سلام من جوه. في ناس حواليا في المجتمع اللي انا عايش فيه محتاجين السلام ده ومش عارفين يوصلوا له، فانا دلوقتي طلعت القيمه السلام. الاحتياج اللي عند الناس دي الرساله بقى، ان هم محتاجين السلام ده، محتاج ان انا اوصل لهم السلام ده يعيشوا فيه ازاي. وهبدا ان انا اشتغل وادي من قيمي عشان استقبل اكتر، لان دايما الرساله انت بتدي بيجي لك مقابل. فدايما يكون في عطاء عشان تزيد من التدفق عندك وتاخد اكتر. انا مثلا قيم التعليم، بحب اتعلم، بحب اطور من نفسي، وعندي قيمة مساعدة الاخرين، فهبدأ احط التعليم بتاعي والتطوير ده لناس محتاجة الجزء ده، وابدأ اشوف الاحتياج بتاع الناس، وهبدأ اشتغل ان انا ادي قيمة من عندي انا شاطرة فيها وبحبها وبستمتع بيها، وهدي الاحتياج بتاع الناس اللي هي محتاجة الرسالة دي. وكده انا بدأت ان انا احدد رسالتي. ما ينفعش اعيش عكس قيمي عشان اقدر اكون مبسوط. لو انا في مكان عكس قيمي لازم احدد قيمي عشان اعيش سعيد. مش هينفع ان انا اعيش عكس القيم بتاعتي. خلي بالك، عشان كده احنا مختلفين، يعني ربنا خلق كل واحد فينا مختلف عن التاني. انت عندك موهبة هي مش عندي، انا عندي موهبة مش عند حد تاني، فكل واحد محتاج هيكمل التاني بحاجة معينة. احنا هنا في الحياة دي رسالة، كل واحد ليه رسالة. دور على رسالتك الحقيقية عشان تكون حاسس ان انت اتولدت الولادة الحقيقية وبدأت حياة فعلا هو انت. اول ما هعرف رسالتي اعرف ان انت ماشي على الطريق الصحيح،
وهتبدأ معاك الرحلة باستمتاع. أتمنى أكون استفدت. شكرا جدا.